ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. هنعمل معاكم النهارده تخليل اللفت بتاعنا البلدي الجميل اللي هو بتاع امهاتنا زمان. كمان عملت لكم الصقان بتاعه الكرنب، عملته لكم وهنزله لكم برده رابط مع الفيديو دي، لان الفيديو ده فيديوهات امهاتنا زمان، التخليلات جميله بتاعتهم الحلوه. طبعا عملنا ايه؟ جايبين اللفت بتاعنا بالشكل ده وجبناه وخرطناه بالشكل ده بالآلة اللي زي كده اهو. طبعا هنحكي عندنا اللفت ازاي. هنجيبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، الموف بتاعنا الجميل، ولازم يكون اللون الحلو ده ويكون ماسكه نفسها كده اللفتايه عندنا بالشكل ده. انا بجيبه كده وبقطع الورق بتاعه، ما بعوزهوش خالص. وفي ناس عاملينه قبل كده برضو معاكم محشي، اللي هو الورق بتاع اللفت والخس وكل الحاجات بتاعت امهاتنا زمان. جبناها غسلناها ونضفناها بالشكل ده، ودي قبل التنظيف. طب بننضفها ازاي؟ جبناها عندنا اهو، نوريكم بس عشان الفيديو يبقى كله كامل اهو بالشكل ده كده. وطبعا ننقيها كويسه وما تكونش طبعا ماسكه ومفلله، عشان انتوا عارفين في منه بيبقى مفلل عامل زي السفنجه. احنا عايزينه نوع كده يكون كويس، تنقوه بالشكل ده ووسط كده، عشان ما يبقاش فيه اللي هو النوع اللي ما يبقاش كويس. مش بس هو تقريبا مش بيبقى في الوقت ده اللي هو من 12 لواحد، بيبقى طبعا اكتريته زي ما انتوا شايفين كده اللون الحلو الجميل اللي هو اللون الموف بتاعنا الحلو، اللي هو بيحمر نفسه على فكرة من غير البنجر ده، بيحمر نفسه الالوان دي بالذات، لان بيبقى فيه منه نوع اللي هو الابيض ده مش بيبقى قد كده، ودايما ما بيبقاش النوع اللي هو اللفتايه يعني بتبقى احسن حاجه. هنعمل ايه بعد التنظيف؟ غسلناه غسله كويسه جدا 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 اهو. وهنقول لكم طبعا كله على المقادير باذن الله اهو. هنجيب الاله كده بتاعتنا دي ونقطع كده اهو. بصوا طريه ازاي بتتقطع معايا، ما هياش مفلله ولا ناشفه اهي، بالمنظر اللي انتوا شايفينه الجميل ده. ونقطع كده اهو. عايزين تتخلصوا من الساق اللي معانا ده، الساق اللي هو الورق ده اللي هو العيدان بتاعتنا، عايزين تتخلصوا منها براحتكم، عايزين تخللوها عادي خالص مفيش مشاكل اهو. هو يعني زي ما انتوا شايفينه السجان الساق بتاعنا كده زي ما انتوا شايفينه مش كتير، ممكن تقطعوه كده بالمنظر ده، وممكن تتخلصوا منه خالص براحتكم بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه اللي يريحكم، عشان انا مش جايبه اصلا منه كتير يعني. فاهو نقدر ان احنا نقطعه عندنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي، الدوريه بتاعتي بالشكل ده، والمنظر الجميل الحلو اللي انتوا شايفينه كده اهو 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 بقت بالشكل. ولازم التقطيعه بتاعتنا تكون سميكه. ليه؟ لانه بعد التخليل بتكش شويه من الملح، فاحنا عايزينه يبقى ماسك نفسه زي ما بنشتريه من بره بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده اهو. نعمل كده اهو اهو. يبقى عايزين نقطعه تخين شويه عشان خاطر الملح عندنا ما يدبلهوش، ويجي نطلعه بقى من البرطمان بتاعنا بنلاقيه دبلان مفيش حاجه، تبقى ماسكه نفسها بالشكل ده. طيب عندنا ايه بقى هنا؟ زي ما انا قلت اللفت بتاعنا الجميل، انا بحب احط له كرفس براحتكم خالص، هو مش اساسي في الوصفه، ولكن انا بحب اعمله على طريقه والدتي اديها الصحه والعافيه. ايه كمان عندنا؟ البرجر بتاعنا الجميل اهو مالي السوق دلوقتي. عندنا ملح، كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح، ربع كوبايه خل، ربع كوبايه خل رتل الميه، ومعلقه سكر كبيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكمان بحب احط له الكمون بتاعنا، برضو مش اساسي، عايزين تحطوه حطوه، بس انا شايفه انه اساسي جدا عشان طبعا لفت والقولون وكل القصص ديت، فالكمون بيبقى احسن حاجه. حابين تشيلوه وتحطوا حبوب براحتكم خالص اللي يريحكم. طبعا اول حاجه ورتل الميه اهو موجود عندنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. الرتل الميه 4 كوبايات، هتحطوا عليه 4 معالق ملح ومعلقه سكر كبيره عشان يطلع معانا كرانشي وحلو. اهم حاجه في البرطمان ده يكون ازاز، طبعا ما تبصوش لده لان الازاز عندي مش موجود، فانا حبيت ان انا اختصر الفيديو واعمل برضو معاكم الفيديو اصوروش، مفيش حاجه تعطلني. هنعمل ايه؟ لازم يكون متعقم يعني ميه مغليه، ونعقم البرطمان وبعدين نسيبه على فوطه تكون ناشفه لحد تاني يوم الصبح. الميه كمان تكون مغليه من بالليل، وتكون برضو سايبينها لحد ما تبرد الصبحيه. يبقى كله عقبنا وسبناه يبرد، محطوط على حاجه فوطه نظيفه
لحد الصبح، وكمان الميه مغليه برضو من بالليل لحد الصبح عشان كله يبقى متعقم وحلو ونضيف. حطينا طبعا زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونضغط جامد بقى اهو، ما نسيبش بقى اي فراغات كده، نضغط نحط طبعا الكرفس بتاعنا الجميل. وطبعا ده براحتكم خالص، حابين تحطوه حطوه، مش حابين برضو اللي يريحكم. نحط كده واحدتين من البنجر عشان يحمروا لي الدنيا. طبعا هوريهولكم برضو في التصوير ازاي شكله جميل وحلو اهو بالشكل الحلو ده اهو. التك جامد عندي كده، متسيبش اي فراغ، واضطر احط كمان واحدة كرفس كده عشان يديني ريحة حلوة في التخليل عندنا. يبقى ما ننساش نعقم في البرطمان عندنا، ماشي. واحدتين من البنجر بتاعنا اهو، وبعدين نبتدي نحط اللفت اهو، نضغط جامد كده بالشكل ده. طبعا البرطمان اللي قدامكم ده صغير، انتوا بقى هاتوا واحد كبير على بعضه ياخد عندكم كل اللفت. انا هجيب كمان برطمان وهملاه برضو بالباقي عندي بالشكل ده. ونحط معانا بقى ايه واحدتين كده من البنجر على الوش، وطبعا نحط كده كرفس بالشكل ده اهو. ونبتدي نعمل السائل بتاعنا. الميه مغليه من بالليل وسايبينها تبرد. شايفين المنظر، شايفين اللون من غير اي ميه. بص اللون بتاع البنجر الجميل. هنشيل ده كده خلاص عندنا، نشيل كل الحاجات دي اهو. قلنا لكم على كل التفاصيل. ونجيب الميه بتاعتنا الجميله، هنحط فيها الملح بتاعنا. لكل كوبايه ميه معلقه ملح ممسوحه، معلقه ملح ممسوحه. ونقلبهم ونحط معاهم السكر اهو معلقه كبيره عشان يبقى كده المخلل بتاعنا كرانشي وحلو. وهنحط معاهم كمان الخل والخل بتاعنا عادي خالص اهو. ونقلب بقى ونحط كمان الكمون اهو، ونقلب كل ده. وبعدين هنضيفه ان شاء الله على الميه بتاعتنا على البرطمان بتاعنا كده. هنبتدي نصب الميه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. وكده هتقعد من 5 ل7 ايام، وتاكلوا احلى لفت بتاع امي. كل سنه وانتوا طيبين، وان شاء الله نشوفكم في فيديو تاني باذن الله سهل وبسيط. وهنزلكم برضو فيديو على السكان الكرنب بتاعنا بتاع والدتي. وكل سنه وانتوا طيبين.